يا بابا، ليه الناس كلها بتقول إن مصر هي أم الدنيا؟ هل ده مجرد كلام حلو؟ يا نفر كارع. أم الدنيا مش لقب، دي حقيقة. كل الأدلة تبدأ بكلمة واحدة: إحنا الأول. إحنا أول دولة مركزية قامت على وجه الأرض، موحدة من 5000 سنة. كل الدول اللي جت بعدها بتدرس الأصل ده. وإحنا اللي اخترعنا الكتابة. مش بس كده، إحنا اللي اخترعنا ورق البردي عشان العالم كله يقدر يكتب ويحفظ العلم. وإحنا اللي بنينا الأهرامات، أعظم إنجاز هندسي. طب المصريين والتقويم الشمسي كانوا سابقين العالم بآلاف السنين. لو كلامنا عجبك لحد هنا يبقى لازم تكون جزء من العيلة. اشترك دلوقتي، مستني إيه؟ وإحنا اللي رتبنا النيل، عرفنا نقيس اتنين، وعملنا أول نظام زراعي منتظم عشان الحياة تستمر. يعني إحنا مش بس بنينا، إحنا حطينا أساس كل حاجة. ده إرث كبير قوي يا أبي، ده الأصل اللي منه طلع كل شيء. وقت ما كنا بنبني الأهرامات، العالم حوالينا كان لسه بيدور على أول طريقة يزرع بيها. ما كانش فيه منافس. الحقايق دي مش هتلاقيها في أي مكان تاني. اعمل لايك واشترك عشان تشوف كل الأسرار اللي جاية. والنيل فضل يجري، وحضارتنا فضلت تكبر. العظمة دي مش تاريخ، دي هويتنا المستمرة. طيب، كل العظمة دي ليها علاقة بالكتب السماوية؟ هل مصر مذكورة هناك؟ بالتأكيد. مصر هي أرض الأنبياء، وإبراهيم وموسى ويوسف مروا بها، وهي الميلاد الآمن لمريم العذراء وعيسى. أهم حاجة إنها كانت الملاذ الآمن الوحيد اللي لجأت له العائلة المقدسة. دي بركة ربانية مفيش زيها. وما تنساش موسى، نشأ وتربى في مصر، ومعجزاته الكبرى بدأت من هنا. جزء أساسي من تاريخنا وتاريخهم، وقبلهم يوسف. مصر هي اللي خلته وزير، وهي اللي أنقذت المنطقة كلها من المجاعة بفضله وحكمة إدارتها. والأهم إن سيدتنا هاجر المصرية وابنها إسماعيل اللي جزء منه مصري هم اللي عمروا الجزيرة العربية كلها، وبدأ منهم كل شيء. عشان كده مصر مذكورة في الكتاب المقدس أكتر من 700 مرة، وفي القرآن بالاسم كالأرض المباركة. محدش يقدر ينكر بركتها. لا تنسى التقدير والاشتراك. القادم يحتاج دعمكم لكي يكتمل. اضغطوا الآن. بس ده كله تاريخ قديم وكتب. هل دورنا خلص في العصر الحديث؟ يا ابني إحنا اللي علمنا المنطقة دي تتكلم وتغني. مين اللي عمل هوليود الشرق؟ صوت مصر في كل بيت عربي من 30 سنة. ولما نتكلم عن اللعب، مفيش حد بيوصل لصلاح، وإحنا الأبطال التاريخيين لأفريقيا. الروح دي في دم المصريين. يا جماعة، الطاقة دي محتاجة لايك. اضغط اشتراك واعمل لايك حالا. أدبنا نجيب محفوظ وطه حسين. مين في المنطقة دي كلها أخد نوبل غيرنا؟ إحنا أساس الفكر والتنوير. وإعلامنا هو الأقدم والأقوى. الصحافة المصرية هي السلطة الرابعة اللي شكلت الرأي العام في المنطقة دي كلها. محدش يقدر ينكرها. كده فهمت ليه صوت مصر هو الأعلى في الفن والإعلام. الإرث ده مكمل. ده مش مجرد إرث، ده تدفق ثقافي مستمر، ومفيش قوة في المنطقة نافست أو تنافست الأصل. إذا كنت متفق مع الحقائق دي يبقى لازم تدعمنا. الاشتراك هو الطريقة الوحيدة عشان نكمل رسالتنا. كل الصوت ده وكل الشهرة دي ما كانتش هتطلع من أي مكان. ده صوت قلب العالم اللي بيوصل لكل قارة بسهولة. كل ده ما كانش هيحصل بالصدفة. إحنا قلب العالم الجغرافي. هات لي الخريطة عشان نوري له مكاننا الحقيقي. بص على الخريطة. إحنا نقطة التقاء أفريقيا وآسيا وأوروبا. دي مش صدفة، ده قانون الجغرافيا. وقناة السويس هي شريان التجارة العالمية. إحنا اللي بندي العالم أقصر طريق عشان البضائع توصل. مفيش غنى عننا. والفكرة دي مش جديدة. إحنا اللي عملنا أول قناة تربط البحرين من أيام الفراعنة. إحنا اللي فهمنا أهمية مكاننا من الأول خالص. والموقع ده بيدخل لمصر مليارات الدولارات سنوياً. ده مش بس طريق، ده قوة اقتصادية بتتحكم في جزء كبير من التجارة العالمية. أي أزمة تحصل في العالم، أول ناس بتبص على مصر هم القوى الكبرى. إحنا مش بس بنمرر بضايع، إحنا بنتحكم في خطوط الطاقة العالمية. يعني الأهرامات مش هي اللي عملتنا مهمين؟ يا ابني الأهرامات إنجاز، لكن مكاننا ده قدر. موقعنا هو الأصل اللي محدش يقدر يغيره، ولا حتى الزمن. قلب العالم ده مش مجرد مكان، ده تحكم في التجارة العالمية.
مصر هي مفتاح الشرق والغرب، ومفيش حد هيقدر يفتح الأبواب دي غيرنا. دلوقتي فهمت. أم الدنيا مش بس عشان الأهرامات، هي عشان إحنا الأول في كل حاجة. الدولة، الإيمان، الفن، ومفتاح العالم. بس أم الدنيا دي مش مجرد فخر يا ابني، دي مسؤولية. عظمة أم الدنيا مش في اللي فات بس، هي في اللي جاي. دورك أنت دلوقتي إنك تكمل الإرث ده وتبني المستقبل بقوة الماضي.